لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تناقش إمكانية تعيين مدير كورة خلال أيام زي ما انفردنا مع حضراتكم امبارح. تعرف على ما حدث بفضل الله امبارح بالليل أو على العصر كده، نزلنا لحضراتكم أخبار وقلنا إن محمد رمضان بيفكر في تعيين مدير كورة، بحيث محمد رمضان يتفرغ لمنصب المدير الرياضي ويكون هناك مدير كورة هو بقى اللي يقعد على الدكة والكلام ده. وقلنا لحضراتكم كمان ان في كلام بيتقال في النادي الاهلي ان هناك عدد من اللاعبين طلبوا عودة خالد بيبو. الحمد لله انا قلت لحضراتكم امبارح الكلام ده، بعد ما قلنا الكلام ده بساعات كان الخبر ده هو حديث السوشيال ميديا كلها في مصر، وبعد كده كل الاعلاميين والصحفيين الكبار طلعوا يتكلموا في نفس الموضوع ده، موضوع مدير الكوره. دلوقتي اهو لجنه التخطيط، الانباء الوارده الجديده من النادي الاهلي النهارده بدات بالفعل تناقش تعيين مدير كوره، بحيث يتفرغ محمد رمضان زي ما قلت لحضراتكم امبارح لمنصب المدير الرياضي، ويكون هناك مدير كوره يعمل كمدير كورة وليس كمدير رياضي، بحيث يكون محمد رمضان مدير رياضي فقط ويجيبوا بقى مدير كورة هو ده بقى اللي يتعامل مع اللاعبين بشكل مباشر وهو اللي يقعد على الدكة والكلام ده.